اتعرف بحضرتك؟ مصطفى محمد مصطفى من اهالي نفيشه. اهلا بيك. ايه الموضوع، ايه المشكله اللي في نفيشه؟ المشكله دلوقتي ان الشارع ده كان راكب فيه موصول سبيتس اللي هي الخرسانيه اللي هي من غير مطابقه المواصفات اللي بتجيب الامراض السرطانيه. الاسبستوس. اه. فكان عايز المقاول يسفلت على هذا الوضع، رغم ان في انفجارات كتير قوي في الماسوره ديت وبتطلع مليانه طحالب ومليانه ميكروبات. يعني المواسير القديمه كان عايز يسفلت عليها. احنا وقفنا ليه مع رئيسه القريه على اساس ما يسفلتش الا صح ويغير المواسير بمواسير بلاستيك. دي مشكله شركه القبض. شركه القبضه، رحنا للشركه القبضه بدل مره 2 و3، التباطؤ والمواعيد اللي مش مظبوطه، لحد ما ربنا كرمهم ووافقوا ان هم يحطوا لنا خطه عاجله مواسير 6 بوصه. تمام. حطوا مواسير 6 بوصه، بس العقد اللي جاي للمقاول بناتج ناتج الحفر، يعني اللي يفحره يردم بناتج الحفر. وده طبعا خطر على المواسير لان هيكسرها. لان بيحطوا كتل، حطوا كتل بتاعت الاسفلت الكتل دي على المواسير. بالظبط. المفروض يحط 30 سم رمله ناعمه. عشان خاطر لان الشارع رئيسي وعمومي وعليه ضغط جامد، عربيات نقل كبيره.